السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سومة. لو أول مرة بتشوفيني، دي قناتي كريز وجليز. ازيكم يا كتاكيت بني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة إن شاء الله. بصوا بقى يا كتاكيتي، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل العرض دوت واحد فقط لا غير من صاج 40 في 40. هنحط 3 بيضات، عليهم نص كوباية سكر، عليهم معلقة خل، عليهم معلقة محسن صغيرة زي اللي انت شايفاها دي. يعني مش هنخلي في المعلقة حاجة، هتطلعيه كله لأن ده مقدار. المطلوب اصلا المره دي عرض كامل على بعضه. بنقدر نطلع من الصاج 40 في 40 او 30 في 40 كذا عرض. انا المره دي هطلع عرض واحد فقط لا غير، وهحط المقادير كلها على بعضها. بس قبل ما نبدا يا لوزه، ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، اوعي تنسي بقى يا لوزه. هنحط كوبايتين دقيق زي ما انت ما شايفه كده، بالكوبايه المعياريه دي. وهنشيل منهم معلقتين زي ما انتم ما شايفين، واحط مكانهم معلقتين نشا. لو مش عايزه تحطي النشا براحتك، ما تحطهاش، بس انا بحسها بتدي هشاشه كده وبتدي لون فاتح للخليط، بيبقى جميل. في النشا غليت دلوقتي يا جماعه، ففي ناس بتستغنى عنها عادي. لو عايزه تستغني عنها استغني عنها. انا اوقات بعمله من غيرها، لما ما بيكونش عندي نشا بعمله من غيرها وبرده بيطلع حلو. بس طبعا انا بحس فيه تكه في النشا في السبونش بيبقى جميل وهش قوي. اهو حطينا بقى ايه؟ معلقه بيكنج باودر ممسوحه على الخليط، وحطينا المعلقتين النشا زي ما قلنا، وحطيناهم في العجان وقلبناهم، وحطينا عليهم كوبايه الا ربع ميه. المره دي ما حطيتش نص كوبايه، حطيت كوبايه الا ربع. المره اللي فاتت عجبني طريقه الخليط، فقلت خلاص خليني ماشي عليها كده. لو حاسه ان الخليط فيه حاجه او حصل فيه اي حاجه هرجع للطريقه القديمه تاني. أو طول ما احنا عايشين هنغير وهنجدد. بتبداي تحطيه على السرعه الاولانيه رقم واحد، وبعدين ايه ياخد له ايه لفتين ثلاثه كده، وبعد كده تعلي عليه السرعه. ترجعي تطلعيه تاني من العجان، تقلبيه زي ما انت ما شايفه كده، ان الارضيه بيبقى فيها سكر. السكر ده يا جماعه بيخلي السبونج عامل زي ما يكون فيه عيش مبتت كده، او حتت مجلده كده. فانت لما تقلبيه كله السكر مع الدقيق، حتى الدقيق برضو بيبقى مركون، وبتخليه ياخد له لفتين كمان، بيطلع كل الدقيق اللي لازق في الارضيه، وبيطلع معاكي هش وجميل وزي الملبن. تبداي تنزلي كده من على المضرب بتاع العجان، السلك ده اللي هو الشبكه، وتحطي معلقتين من الكاكاو، وترجعيه تاني تقلبيه، يا تقلبيه بايدك يا تقلبيه بالايه، بالعجان زي ما انت ما شايفه كده. او لو معاكي مضرب البيض مفيش مشكله. بص انا حطيته على سرعه عاليه، وهوب رحت معليه ورحت قافله على طول. اهو زي ما انت ما شايفه كده. تنفضي بقى اللي في السلك كده بالراحه، بس عشان السلك ما يتكسرش خدي بالك، واحده واحده. كل اللي فيه دوت عشان ده مقدار يا جماعه، ما تسيبوش فيه حاجه. وتبداي تشيلي اللي على الجوانب كلها، وتحطيه في الصاج وتفرديه. تكوني حاطه فيه الورق اللي هو بتاع الحوش اللي انتوا عارفينه. حصل معايا بقى حركه هنا في الفيديو ده، انا مش عارفه حصلت معايا ازاي، هحكيها لكم دلوقتي واحنا شغالين. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بصوا بقى، هتنزليه كده زي ما انت ما شايفه اهو. بصي نازل ازاي، كريمي وجميل ما شاء الله. كل الحروف وكل حاجه تنزليها في الوقت ده يا لوزه. تبقي مولعه الفرن قبل ما تبداي في الخليط. ليه الفرن لازم يبقى ايه؟ درجه الحراره عاليه. بتحطيه في النص على الشبكه اللي هي ايه، اللي في النص مش الصاج. اهو كده سويناه، وهنحطه 7 دقايق وبيطلع وبيبقى زي الفل زي ما انت ما شايفه كده. وتبداي تشتغلي فيه لما تسيبيه يهدى. انا كده سبته هدي، عشان ما تفكرش ان انا مش هقدر احط عليه. طبعا انا مش هركليز، مش هتحطي ايدك عليه كده لما يكون برد. بتسيبيه يبرد، مستعجله عليه هتشتغلي على طول. يعني مثلا ايه على طول بتاعك ده، اقل حاجه ساعه او ساعتين. بعد كده بيهدى تمام التمام. عفوا يا حبايبي. وبعدين تفكيه كده من الجناب بالسكينه زي ما انت ما شايفه، تطلعيه كل الحروف اللي فيه كلها، تبداي تطلعيها وتقلبي الصاج وتشتغلي عليه. هنطلع منه عرض واحد فقط لا غير. تقدري تطلعي منه زي ما شفتي، انا عملت كذا فيديو طلعت منه عرض واثنين وثلاثة واربعة. تقدري انت برضو نفس القصة تعملي الحكاية دي، تطلعي منه العروض اللي انت عايزاها. بس المرة دي المطلوب مني عرض واحد بس، فانا حطيتهم كلهم في بوكس واحد بس، بوكس كبير بقى. كل مرة بنحطه ايه، في بوكس كده 30 في 30، بيبقى صغنن كده وبيقضي الغرض. تعملي منه 3 عروض 4 عروض عرضين زي ما انت ما عايزه، لكن المرة دي هو مطلوب عرض واحد بس. بصي ملبن، نقلبه بقى ونشيل الوش بتاعه ونبدأ نشتغل. بصي بقى يا لوزة، انا هنا في الفيديو
في جزء انا صورته، انا مش عارفه صورته ولا الكاميرا كانت مقفوله ولا انا حذفته. بصراحه ما بقاش كدابه، انا مش فاكره والله العظيم، عماله افتكر الجزء ده راح فين مش عارفه. ودورت في سله المحذوفات ومش لاقيه الجزء ده. الجزء بقى دوت اللي هو يعتبر مش موجود، انا اعوذ بالله من كلمه انا، يعني حطيت لكم مكانه الصور اللي انا صورتها بعد ما خلصت، لفيت عليه والله ما عارفه راح فين. عفوا يا حبايبي معلش. اهو بص يا لوزة، خدنا منه كام؟ اخدنا منه 3. ده مقاس كام البورد الصغير اللي بقطع بيه ده؟ مقاس 16. هتجلسيها هتديكي 18. سبق وقلت لكم قبل كده يا كتاكيتي ان اي حاجه بتقطعيها سواء 10 12 14 اي حاجه بتزيد 2 بعد التجليس، 2 سنتي بعد التجليس اهو. هناخد بقى الجزء ده كده كده، شلناها اهوت، وهناخد التالتة وخلاص. ودولت بقى هنبدأ نشتغل عليهم. هعمل منهم ايه بقى؟ طبقين ريزو وتلات ترط زغنطوطه كده، ميني ترط زغنطوطه كده اهي اللي انتوا شايفينها دي. بصوا شايفين، ركزوا بقى في المربع الكبير ده. المربع الكبير اللي قدامكم ده هاخد منه القلوب. الحبه اللي هناك دول اللي ناحيه السكينه كده اهم، شايفينهم دول؟ هحطهم في الطبق. دول اللي هعمل منهم ايه؟ هعمل منهم القب، وهيطلعوا لي طبق الريزو اللي هو الطواجن السمرة دي، هتشوفوها دلوقتي. الجزء بقى الاخير ده انا لفيت عليه عندي مش لاقياه، مش والله ضغط عشان اجيبه مش لاقياه، فحطيت لكم مكانه الصور اللي انتوا هتشوفوها في الاخر معايا اهو. بصي يا لوزة، نبدا بقى كده ايه، احنا خلاص حطينا الكريمه وتسقي بسيرب بقى. السيرب بقى زي ما قلت لك قبل كده، زي ما انت ما عايزه. عايزه تحطي كوبايه سكر على كوبايتين ميه، او 3 كوبايات ميه، او كوبايتين ونص، براحتك. بس في حاجه انت بتدوقيها بتلاقيها معقوله ومسكره تمام، بتلاقيها لا ناقصه سكر بتحط لها سكر. خلاص خدت السكر بتاعتها والميه مظبوطه خلاص تمام، ما بتحطيش حاجه تاني. تبداي تجلسي كده زي ما انت ما شايفه وتحشيها. الكيس الحلواني دوت وانت بتحشي بيه قمه قمه في الجمال. ما بصوا ما تلاقوش لحوسه ولا تلاقوا حاجه. انا اوقات والله بشتغل باي حاجه، انا زي ما بتيجي معايا. تلاقيها بقى ايه، باخد كده من العجان تاخدي كده. بس ده بقى بصي، ده الشياكه والاناقه ومن غير لحوسه بصي حاجه تمام التمام. يشتغل كده ولا يوقع ولا يهدر ولا اي حاجه. وتقدري تتحكمي كمان هي البلبله ديت او التيب، ان انت تحطي لها مثلا تيب صغير تيب كبير. انا هنا مقلله التيب مش مكتراه. او المره دي هنعملها 3. عايزه تعملي العرض ده بقى تقدري تعمليه بس شريحتين اللي هي قطعتين، وتسقي زي ما انت ما شايفه كده. مش عايزه تسقي برضو براحتك، هو اصلا ملبن ولوز، بس انا بفضل ان انا احشي، وانا بحشيه بفضل ان انا اسقيه. او تبداي بقى تجلسي كده من الجناب، تحطي من فوق وتاخدي بقى من الجناب. تنسيش يا لوزه اللي وصلت معايا لحد هنا اللايك والشير والسبسكرايب. ما بتتفاعلوش يا جماعه انتوا على الفيديوهات دلوقتي اليومين دول، اللايكات بتاعتكم ماتت مش موجوده. ده لسه رمضان ما جاش، اما رمضان بقى ان شاء الله لما يجي كل سنه وانتم طيبين هتنسوني خالص. تنسيش اللايك يا لوزة بالله عليكي، هو اللي بيرفع الفيديو عشان تعبي. تبداي تجلسي من فوق كده. بصي انا حسيت هنا ان هي عامله فراغات، رحت انا عامله ايه بقى؟ رحت خدت كل اللي كان على الوش ورحت مقفله بيه كانها ايه التجليسه الاولانيه. في ناس بتجلس التجليسه الاولانيه، انا بصراحه ما بعملهاش، يعني اوقات نادرا جدا لما بعملها. ليه عملتها المره دي بقى؟ لقيت فيه فراغات كتير جدا في الكريمه، فرحت واخده الجزء اللي انتوا شايفينه ده ورحت عاملاه زي ما انتوا ما شايفين كده. قلت بقى خلاص ما بديهاش عشان خاطر ايه، ما تقرفنيش في التجليس. هعمل ايه بقى؟ هردها تاني في العجان وابدا ارجع اجلسها. مش هتديني بقى الفراغات دي، خلاص هتبقى كويسه. اهو انا كده رجعتها ورحت ضربها في قلب العجان. خلاص الفراغات دي تقريبا راحت. هي مش عارفه ريتش اليومين دول يا جماعه، يعني انا بقالي فتره بشتكي منها. عامه هي لما تخلص ربنا يحلها الف حلال. هي ريتش دلوقتي ولعت، مش عارفه بقى الشكاره عامله 4000 ونص ولا كام. انا اصطدمت لما سمعت الاسعار بصراحه، مبقتش احب اسمع الاسعار دلوقتي، بتعمل لي ارتكاريه. بقت حاجه صعبه الاسعار دي والله. والمصيبه ان انت ما انتش عارفه تعلي السعر ولا عارفه تعملي اي حاجه، سايبه الدنيا زي ما هي. ولما تيجي تعلي السعر مثلا شويه، ليه وغليت ليه؟ كأن الدنيا كلها بتغلى وانت واقفه محلك سر. ما ينفعش ان انت تغلي. ليه يا لينا بتغلي علينا ليه يا لينا؟ طيب ماشي يا جماعه، ما هي الاسعار غليت، ما هو انا لازم اغلي.
ده غصب عن الواحد، لان انا بجيب الخامات غاليه، يا اما كده هشتغل ببلاش. فربنا يعني يرحمنا والله، والله المستعان. وهتقدري بقى كده ايه، بعد ما تخلصي التجليس بتاعك تجيبي بقى الزجزاج اللي انت شايفاه ده، وتبداي تجلسي زي ما انت ما شايفه كده، على قد ما تقدري يسوي فيها، يسويها ربنا من عنده. تنسيش اللايك يا لوزة، وتعليقاتكم الجميله اللي بتفرحني. اوعوا تنسوا التعليقات، انا برد على التعليقات كلها. انا جات لي فتره ما كنتش برد على التعليقات، معلش كانت عندي ظروف، وسبت فيديوهين ورا بعض، وبعد كده ايه رديت عليهم كلهم. يعني ما تقلقوش، يعني حتى لو لقيتوا الفيديوهات الفيديوهات ايه، لو لقيتوا التعليقات مش يعني ما ردتش عليها، ما معلش بتبقى في ظروف، لكن انا كده كده برضو برد عليها. اهم حاجه تعليقاتكم دي بتشجعني وبتحفزني، مش عايزه اقول لكم ازاي. اهو تشيلي بقى كل اللي انت شايفاه ده كده من الجناب، وتسويها كده على قد ما تقدري، تخليها ناعمه فوق الوصف على قد ما تقدري. لو هتغطي الوش من فوق ما تتعبيش نفسك في التجليس من فوق، لانه كده كده هيتغطى. بس زي ما تقولي ايه بقى، الواحد يتعود على انه ايه، لازم الحاجه تطلع كويسه، سواء عروض او سواء تورت. اهو تبداي بقى تجيبي الايه، التيب دوت اللي انتوا عارفينه، اللي هي الايه. اهو بصوا برضو تحسوا انه فيها فقاعات، برضو ضربتها وبرضو تحسوا انه فيها فقاعات. اوقات بضربها 50 جرام كريمه ب50 جرام كريمه، 100 جرام يا ربي مش 50. باخد الكوبايه، يعني مثلا الكوبايه عندي كريمه مليانه، باخدها نص كوبايه اضربها ونص كوبايه اضربها، يعني 100 و100. بتعذبني بقى، وكل شويه لسه هدوب السكر، ولسه هجيب ميه ساقعه، ولسه بصدق اخلص والجو لسه حلو قبل ما يبدا يحرر، فبشتغل على طول. ده جناش الشوكولاته بقى يا لوز اهو. بصي احلى حاجه انك تحطي من فوق على التورته، تحطي روزيتات الاول. هتقولي لي ما احنا ممكن نحطها بس كده بتنجز، هتقولي ممكن نحطها في التلاجة تمسك ونرجع نحط عليها، ماشي تمام، فكره حلوه برضو، بس المشكله ان هي بتاخد وقت، الواحد بيبقى مستعجل وعايز يخلص. يعني انا الفيديو ده برضو وانا بعمله كنت بسلمه بسرعه، ويعني زي ما تقولي ايه، كنت متسربعه، فمش عارفه الجزء اللي انا بقول لكم عليه دوت راح فين. مش عارفه والله، حذفته ولا في ادور في سله المحذوفات مش لاقيه. طب اكون انا حذفت سله المحذوفات، طب انا صورت اصلا. ممكن ابقى مشغله الكاميرا ومفكره ان هي شغاله وما تبقاش شغاله، ببقى موقفاها وخلاص خلصت، ارجع بقى ادور على الفيديو مش لاقياه. طب امال الجزء ده راح فين؟ مش عارفه. فمعلش بقى سامحوني، انتوا كده كده شطار وعارفين الجزء الاخير دوت. يعني الحمد لله ان هي جت معايا على قد كده. ده انا قلت كويس ان انا لاكون ايه، جبت لكم المقادير وما جبتش بقيه الفيديو. حمدت ربنا ان لقيت بقيه الفيديو. اهو بصي بقى، تحطي ايه الجناش من فوق كده زي ما انت ما شايفه. اهي شايفه الشوكولاته بتميليها يمين وشمال، هتبدا تميل معاكي وتغطي كل الجوانب الفاضيه. طول ما انت يا لوزه فاتحه جروبك يا حبيبتي، لازم بقدر المستطاع تشغليه بقدر الامكان. والواحد ممكن يعني يتهاون شويه في الاسعار، بس برضو ايه، ما يتهاونش قوي يعني، لانه ده بيبقى تعب الواحد. في ناس بصراحه بتبقى يعني مش عايزه اقول لك 10/10، كويسه جدا، هي عارفه ان الاسعار غليت فبتبقى مقدره وبتقدر تعبك ومجهودك. وفي ناس تقول لك ليه بكام ومش بكام، طب هو مش عارف ايه، طب ليه مغليه كده، طب ماشي، طب ما انتوا بتروحوا المحلات، بتروحوا تجيبوا الحاجه من هناك، بتبقى الطقطقين وما بتبقاش، والله ما بتبقى الارتفاع ده، الارتفاع ده عالي. هما زي ما يكونوا بيستخسروا يعني التعب بتاع الواحد في البيت علينا، يعني يقول لك لا، ما هو ما بتدفعش حاجه، بتشتغل من البيت، بس برضو تعب يا جماعه وهدة حيل. وتخيلوا المطبخ بقى لما نيجي نروقه، عذاب العذاب. بصي بقى، هنجيب القطاعه القلب دي مقاس 10. هناخد، انا عملتها معاكم كتير قبل كده. انا اللي بيشوف اصله العرض دوت يعني ايه، بيقول لي اعملي لي زيه، فانا بغير، بس بقول له ايه، طب بس اغير لك يعني في التزيين من بره، عشان ما يبقاش العرض هو كل مره اللي انا بعمله لكم، بحب اغير لسبب عشان واحد انتوا ما تزهقوش، وفي نفس الوقت تاخدوا فكره جديده. بص انا طلعت كام واحده، قطعت 3، هعمل واحده كمان هتطلع 4، او حطيت الاتنين جنب بعض. اللي انتوا شايفينه مكسر ده بقى هعمل منه ايه، هعمل اطباق ريزو، طبقين ريزو، وطبق وواحد كب كيك اللي هو الكوبايه الكب. وهعمل الثلاثه اللي انتوا شايفينهم الجاتوهات دي، وادي الرابعه اهي، شايفينها، عشان انا هعملها من طبقتين. يعني انا هعمل القلب من طبقتين، اللي هو الجاتو الصغنن ده،
او اللي هي التورتيه الزغنطوطه دي مقاس 10. بعد التجليس يا جماعه بتبقى مقاس 12. هننضف كده الرخامه بقى. اللي انتوا شايفينه في الطبق ده هو اللي هعمل منه الطبقين الريزو والقب اللي هيبقى معاهم. اهو انا كده خلصتهم اهمت. نبدا بقى نشيلهم. اهو بصوا انا جبت ايه، شايفين الفل ده؟ عارفين الطبق الفل الابيض؟ قصيته وحطيته على المقاس. عملته معاكم قبل كده في مش عارفه الفيديو اللي قبله او اللي قبله، كنت جايباها مدوره اهي. هحطه كده قدامكم. هي رخمه بقى في التجليس، تفضل راحه جايه وتزحلق. اهو سقيناها كده بالسيرب، وهنبدا ايه نحشيها. اللي وصلت معايا لحد هنا ما تنساش اللايك يا لوزه. اوعي تنسي اللايك، لايك وشير والاشتراك، وتفعلي الجرس يا لوزه. معلش بقى اشعار جنه اهو. وتبداي تجلسي. واللي تعوز مني اي حاجه تطلب مني في التعليقات ولا تحت امرها. اي سؤال انا تحت امرك يا لوزه. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك، عشان الفيديوهات بدات تموت، عايزينها ترجع تطلع تاني. والقناه كده كده مش هتكبر الا بيكم انتوا، فمعلش تعبوا معايا شويه. اهو بصي يا لوزه. تبداي بقى كده تحشيها، وهنعمل الباقيين كلهم على نفس الوضع ده. القطعه بقى من الفيديو اللي بعد دي مش موجوده، هتشوفوها بقى صور دلوقتي. معلش بقى امركم الى الله. تجليس والحاجه دي انتوا عارفينها، بس كنت عايزه اوريكم الاطباق الريزو اللي في الطبق دول. طلعوا لي طبق الريزو وكب اهو. تجلسي كده تمام التمام. هي رخمه شويه بتقعد تزحلق، عايزه كنت احط لها اللزقه اللي انا بحطها لها تحت، بس زي ما تقولوا بقى الاستعجال. اهو بصوا بقى كده الصور اهي جايه اهي. معلش بقى سامحوني اهي. عملنا منه بوكس محترم، تقدري تطلعيه ابتداء من 250 او 300. وشوفي المنطقه عندك ايه. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.